السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم نقدم لكم واحد لو برجر اللي كيجي زوين، دوبل برجر فيه جوج ديال الكفيتات من الداخل. كيجي هائل، خبيز زويون كتصاوبوا في ديوركم، هائل بواحد المقادير اللي هما خفاف وزوينين وكيطلع لكم 100% زوين. كذلك غادي نقدم لكم لي فريت اللي كيطيبوا في الفران، مهم نص قليه في الزيت ونص قليه في الفران، كيجيو كاملين وناشفين ومتبلين مزيان زوينين بزاف. هذاك الزيت ملي كيدخل الفران ما كيبقاش يبان نهائيا، كيجيو بحال طايبين كلهم في الفران. وغادي نقدم لكم واحد لاصوص اللي كتمشي مع هاد البرجر فريمون زوينه. كنتمنى تشوفوا هاد الفيديو، كنتمنىكم تجاوبوني وتقولوا لي كيفاش جاكم في الكومونتير. دونك بقاو معايا باش تشوفوا لو برجر من الداخل كيفاش كيجي زوين، وبقاو معايا باش تشوفوا كذلك الفيديو من الاول حتى الاخر، وتعطيوني الراي ديالكم اللي كنتسناه في لي كومونتير. شكرا لكم. نقدم لكم البرجر بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف وسهله بزاف. مقادير اللي خفيفه وزوينه. في المقادير ديالو عندي 500 غرام ديال الدقيق، نص كيلو ديال الدقيق، درت معاهم رشيشه ديال الملحه، وهنايا عندي نص كاس ديال اللبن ونص كاس ديال الحليب. اللي عنده كاس ديال الحليب كامل يديرو، اللي عنده نص كاس ديال لاكريم فريش ونص كاس ديال الحليب يديرو، اللي عنده كاس اللبن كامل يديرو. المهم لكم الاختيار، انا كندير نص نص كيجيني متوازن وكيجيني زوين. نص كاس الحليب ونص كاس اللبن. هنايا عندي كاس ديال الماء دافي، درت فيه معلقه صغيره ديال سنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره حبيبات اولا 8 غرام. اللي بغيتو، اللي عنده العبار يحسب 8 غرام، اللي ما عندوش يدير معلقه كبيره ديال الخميره ديال حبيبات. دونك انا غندير هاد السوائل بجوجهم في العجانه ديالي، ونبقى نزيد الطحين بشويه بشويه حتى يتعجن ليا كلشي. انا نوريكم كلشي كيف شفتيو. ملي بديت كنوجد في المقادير درت الكاس ديال الماء دافي، معاه معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات ومعلقه صغيره ديال سنيده. شوفوا كيفاش تفاعلت، شفتوا كيفاش تفاعل. في العجانه ديالي درت السوائل كاملين، يعني جوج كيسان ديال داكشي اللي عندي، ديال السوائل اللي عندي. ودابا غادي ناخذ معلقه وغادي نبقى نزيد الطحين بشويه بشويه، ما نزيدوش كلشي على فوا، نبقاو نزيدو بمعلقه بمعلقه حتى يتجمع لينا العجين. فوالا كنبقى نزيد الطحين بشويه بشويه بحال اللي كتشوفوا. هاد العمليه هادي بحال اللي كتعاوني العجينه باش تعجن مزيان. العجينه ديالي كتعجن مزيان بحال اللي كتشوفوا. غادي نخليها تزيد تعجن مزيان ونخليها تخمر ساعه. من بعد ما خليتها فوالا كيفاش كتشوفوا، دابا غنخليها ان شاء الله تخمر. غادي نحطها في فيلم اليمونتير وغادي نخليها ساعه ونرجع معاكم. ندوزو دابا لاكريم فروماجير. لاصوص فروماجير كتجي ساهله بزاف. درت فيها كاس ديال لاكريم فريش في كاس ونص ديال الحليب. غندير فيها جوج ديال الكيري، درت مليحه والابزار، وفي الاخر غادي ندير لها الفرماج حمر محكوك اولا موتزاريلا اللي عندكم. المهم هذا العبار كيجي مخير. كانت عندكم ميزان تقدروا ديروا بحال دابا 150 غرام ديال الحليب في 100 غرام ديال لاكريم فريش اللي بغيتيو. بالكاس كاس ديال لاكريم فريش في كاس ونص ديال الحليب ديما يكون غالب، حيت لاكريم فريش كتكون شويه ثقيله. جوج فرماجات كيف قلت لكم كيري كيجيو معها هائلين، مليحه والابزار. كنديروا هذا الشيء فوق البوطه. انا غادي نزيد هاد جوج فرماجات كنديرها فوق البوطه وكنبقى بالفوي كنحرك حتى كتقال ليا هاد لاكريم، ونزيد على هذيك الساع كميشه ديال الفرماج محكوك. انا نوريكم كلشي. كنبقى مواصله فوق البوطه بحال اللي كتشوفوا، وانا كنحرك حتى الفرماج ديالي كيذوب. ها نتوما شوفوا، وانا مواصله بالتحريك حتى كنحس بلاصوص تقالت. عاد باش كنزيد الفرماج هو الاخر. فوالا ملي كنحس بالحليب غادي يطلع كنزل عليه بواحد الكميشه ديال الفرماج بحال اللي شفتوا، وكنحرك عاوتاني. وها لاصوص فروماجير ديالنا واجده، كتجي هائله وزوينه وحاجه ديال الدار لا يعلى عليها. فوالا زدت كميشه زوينه ديال الفرماج صافي. وها لاصوص فروماجير واجده. هذه كتصلح لعده استعمالات، يعني كتصلح في البرجر بحال هكا، كتصلح لي بات، كتصلح البيتزا، اي حاجه. انا اي حاجه كنصاوبها بها، وان شاء الله اي حاجه نديرها بها غنوريها لكم. صافي طفيت البوطه. دابا غادي نخليها دابا ترتاح وغادي تقال صافي. وديك الساعه نخليها في الثلاجه فوق ما بغيت نجبدها نخدم بها. دابا المهم اليوم غنديروا بها البرجر ان شاء الله. المهم هامو العجينه شوفوا تبارك الله كيفاش جات ناجحه وطالعه وغزاله ومفشفشه. دابا غادي نديكازيها ونقطعها على حساب القياس اللي بغيت انا. دونك هادو هما لي برجر ديالي. درت 3 ديال 175 غرام. بقات لي شويه ديال العجينه غنديرها بحال هكا خضراء في الكونجيلاتور. نهار اللي نبغي ندير لي برجر غادي نلقى العجينه ديالي وغادي يجيوني طريين سوغ بلاص نطيبهم. المهم هادو هما لي برجر غنحاول نبرك عليهم شويه بحال هكا صافي، ونخليهم يخمروا شويه. دابا واحد
15 20 دقيقه ونرجع معاكم باش ندهنوهم من الفوق وندخلوهم الفران. كيف كتشوفوا راني هبطتهم مزيان بيديا باش ان شاء الله من دابا 10 دقائق نرجع باش نطيبهم نبقاو نتنفخوا شويه ويجوني في العواط، ما يجونيش عاوتاني منفوخين وما فيهم والو من الداخل. انا بغيتهم يجوني زويونين. وجدت واحد لا دوغور اللي نديرها من الفوق فيها بيض وفيها شويه الحليب وشويه ديال الصوجه باش كيجيو واحد لا دوغور فيهم زوينه. غادي ندهنوهم بها من الفوق. ديالي من بعد ما دهنتو بالبيض والحليب والصوص الصوجه درت ليه الزنجان من الفوق. دابا غادي ندخلو الفران على 180 درجه تقريبا 20 حتى 25 دقيقه ونخرجو ونوريه لكم. دابا غادي نصاوبو الفريت غسلته مزيان، نقيته غسلته مزيان، درت ليه شويه الملحه، صفيته بعدا ودرت ليه الملحه والمايزينا. غادي نحركو مزيان. درت الزيت يسخن، غادي ندير ليه نص قليه. هاد نص قليه بحال اللي كتشوفوا كنرجع ليه درت في واحد الكلينكس باش تحيد ليه الزيت اللي فيه. دابا غادي نديرو في واحد الاناء، غادي نسمو بشويه ديال شويه ديال الاعشاب منسمه ديال المليحه درتها المره الاولى. المهم اعشاب منسمه، الابزار، تحميره، السودانيه، نغيزه ديال الكمون، هادشي كله كندير والثومه غبره. كندير كلشي وكنحاول ندخل فيه هاد العطريه هادي مزيان. علاش هادشي؟ باش يجيني الفريت منسم ويجيني زوين. نقدر نكمل ليه دابا الطياب في الفران. دابا نشوفوا شنو غادي نديروا ليه. حتى هما كيف كتشوفوا دابا غادي درت ليه التنسيمه اللي قلت لكم. دابا غادي ندخلوا الفران باش يجيني مقرمش ويجيني زوين ويتحيد من داك الزيت اللي فيه. لاصوص لاصوص غادي ندير لكم واحد لاصوص سبيسيال لولادكم يحماقوا عليها. درت فيها الكيتشوب ولا موطاغ نورمال معلقه صغيره ما عمراش، نص معلقه صغيره ديال لا موطاغ دونسيان يعني بحال اللي خلطت بيناتهم، شويه ديال الهريسه وجوج ديال الكورنيشون محكوكين. غادي نزيد عليهم لاصوص فروماجير اللي صوبنا. غتجي واحد لاصوص رائعه بزاف بمعنى الكلمه. غيجيكم واحد لو برغر اللي فريمون ولادكم غيدوخوا ملي تعطيوه ليهم. فوالا انا زدت شوفوا لاصوص فروماجير كي دايره بوحدها راه زوينه، ولكن انا تعمدت ندير هاد الخلطه هادي باش تجي واحد الخلطه فريمون سحريه وزوينه بزاف. غنخلط مزيان لاصوص ديالي صافي ونتسنى لي برغر ديالي يخرجوا من الفران ونبداو نعمرو فيهم. فوالا البرغر ديالي يلا خرج من الفران هائل وواعر وزوين. شوفوا كيفاش داير فن كيحمق تبارك الله، ناجح 100%. نخليه يبرد ونبداو نعمروهم اونصومبل. دابا خصنا ندوزو للكفته. دابا الكفته هي هذه خديتها من عند الجزار، قلت ليه ديرها لي بالعطريه بكلشي ديالها عنده. جبتها قسمتها الصراحه على خديت يمكن نص كيلو، قسمته على 6 حيت كل برغر غندير فيه جوج. وهبطته مزيان بيديا بحال شي كريصه على قد البرغر مزيان. وبقيت كندير وحده فوق وحده بحال اللي كتشوفوا هنا كاين 6. بقيت كندير وحده وندير فوق منها هاد الفيلم اليمونطير ونقرص فوق منها الاخرى وندير الاخرى ونقرص فوق منها توصلت ل6. دابا غندخلهم للفريغو يشدوا في راسهم 5 ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق ونبداو نصوبوا في لي برغر ديالنا. انا درت الكفته شويه ديال اللي كتشوفوا درت 3 مقارب دقه واحده. درت شويه الزبده وشويه ديال زيت العود وكندير فيها دوك الكفيتات ديالي. درت 3 ب3 ها هما، عاوتاني غنزيد 3 اخرين لي برغر ديالي حليتهم. فوالا حطيت قدامي كلشي داكشي اللي غادي نحتاج. والفريت هو هذا كتشوف الفران كنبقى نقلب فيه مره باش يتحمر ليا مزيان. هنايا غادي نبدا نعمر ان شاء الله لي برغر ديالي. غادي ندهن هنا وهنا. المهم راني دهنت. دابا غادي ندير الخصيصه الفيته ديالي ها هي. غادي ندير فوق منها الفرomاج وهنايا درت الخس والبصله. درت عاوتاني الاخرى عليها الفرomاج. غندير موطيشه وغادي ندير عاوتاني كفيته اخرى بالفرomاج من الفوق. البرغر ديالي كيجي على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا. كيجي دوبل تشيز، كيجي فريمون زوين. ولي فريت كيجيو محمرين بحال اللي كتشوفوا منسمين وزوينين. رافقتو مع لاصوص ديالنا اللي صوبنا. كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى دير لايك ودير بارطاج. السلام عليكم، باي باي.